سؤال، تقدر تقول لي هذا النوع من السماعات اسمه ايه؟ لو اجابتك كانت ايربودز، ايرفونز او تي دبليو اس فعاش صح جدا. اما لو كانت ايربودز فتعال هنا، دي اسمها ايربودز. ايربودز هو المسمى التجاري اللي ابل اطلقته على السماعات بتاعتها، فبالتالي ما ينفعش نسمي كل السماعات اللي في الدنيا اللي بهذا الديزاين ايربودز. ده كده هيكون بالظبط كاني بقول لك هاي ازيك، ايه رايك في الايفون الجديد بتاعي؟ في حاجة غلط. التسمية الأصح للسماعات اللي بالديزاين ده هو التي دبليو اس. طيب يعني ايه تي دبليو اس وليه السماعات دي اسمها تي دبليو اس؟ ده اللي هنتكلم عليه في باقي الفيديو ان شاء الله. انا مصطفى بهاء، وانت على وشك انك تسمع معلومة مش هتلاقيها في حتة تانية. Earbuds, 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 for earbuds, earbuds, true wireless Bluetooth earbuds. تي دبليو اس هي اختصار لترو وايرلس ستيريو، وهي ببساطة التقنية اللي عن طريقها السماعة اليمين والسماعة الشمال في كل الايربودز اللي في الدنيا بيتوصلوا مع بعض. اظن كلنا عارفين كويس جدا ان السماعه ايا كان هي ايه ونوعها ايه بتبقى متوصله على الموبايل عن طريق تكنولوجي البلوتوث. طيب حد فكر قبل كده السماعتين بيتواصلوا مع بعض ازاي؟ عن طريق التي دبليو اس. والتكنولوجي دي بتكون شغاله بحاجه اسمها ماستر اند سليف بروتوكول. يعني ببساطه بيكون في سماعه اساسيه وسماعه فرعيه. يعني ايه؟ نفترض ان معانا موبايل وسماعه تي دبليو اس وبدانا نوصلهم على بعض. اللي بيحصل هنا مش بيبقى ان السماعتين متوصلين على الموبايل، لا، بيبقى في واحده فيهم اساسيه اللي هي الماستر بتبقى متوصله على الموبايل، والناحيه الثانيه بتكون السليف السماعه الفرعيه واللي بتكون متوصله على السماعه الاساسيه. فبالتالي لما بتشغل اي ميديا او مزيكا او فيلم بتبدا الداتا اللي هي الصوت اللي انت بتسمعه تروح من الموبايل للسماعه الاساسيه ومن السماعه الاساسيه للسماعه الفرعيه. اما لما هتعمل مكالمه فبالتالي الداتا بتكون تو واي هنا، يعني من الموبايل للسماعه صوت الشخص اللي انت بتكلمه، من السماعه للموبايل صوتك انت شخصيا. وبالتالي المفاجاه الصادمه هنا ان انت لما بتعمل مكالمه من اي سماعه تي دبليو اس في الدنيا وانت بتستخدم السماعتين، فناحيه واحده بس هي اللي بتستقبل صوتك اثناء المكالمه، اللي هي السماعه الماستر كما توقعت، لان هي الناحيه الوحيده اللي متوصله على الموبايل وتقدر تستقبل منه وتبعت له. اما الناحيه الثانيه بتكون سليف زي ما اتكلمنا، فهي اولا مش متوصله على الموبايل ما تقدرش تبعت له حاجه، ثانيا هي ما تقدرش تبعت للماستر لان هي صلاحياتها فقط تتوقف عند انها تستقبل من السماعه الماستر. ولا السماعه الاساسيه مش شرط دايما تكون واحده بس فيهم، ممكن تكون عادي اليمين او تكون الشمال على حسب هنا انهي واحده انت طلعتها الاول من البوكس واستخدمتها. واظن كلنا في وقت من الاوقات بنستخدم احيانا السماعه اليمين بس لوحدها وبتشتغل عادي ما فيش مشكله، وبنستخدم الشمال لوحدها وبتشتغل ما فيش مشكله. فهو الموضوع هنا بيتوقف على انهي فيهم اللي بره البوكس الاول وانهي فيهم لقطت على الموبايل الاول، وبالتالي بقت هي الاساسيه. ولو انت بتستخدم الاثنين وشلت اليمين مثلا اللي هي بالصدفه كانت الاساسيه وحطيتها في البوكس، هنا الشمال بتبدا على طول تتعامل على انها الاساسيه وتستلم القياده عشان تبدا تتواصل مع الموبايل وتقدر انت تستمتع بالمزيكا او المكالمات بتاعتك. وبالمناسبه هنا توصيل السماعتين بتكنولوجي التي دبليو اس هو بيكون السبب في ان انت دايما بتلاحظ ان في سماعه من الاثنين بطاريتها بتقل اسرع بكتير عن الثانيه، وده ببساطه لان هي بتكون السماعه الماستر وقايمه بكل الشغل تقريبا، والثانيه السليف قاعده باشا هي فقط بتستقبل الشيء اللي بيجي لها وخلاص كده شغلها بيقف لحد هنا. انما الثانيه في المكالمات وفي الاي ان سي وفي كل حاجه شغاله، وهي اللي مسؤوله عن كل التواصل اللي بين الموبايل والسماعتين. فطبيعي في كل السماعات انك دايما تلاقي في سماعه بطاريتها بتقل عن الثانيه. ومن المعلومات المهمه هنا هي ان تكنولوجي التي دبليو اس مش حكر فقط على السماعات الايربودز، ولكنها كمان مدعومه في حاجه تانية وهي السبيكرز. وده ببساطه بيديك الامكانيه ان انت بدل ما تشتري سبيكر واحد بس من براند معين موديل معين، تقدر تشتري 2 سبيكر نفس البراند نفس الموديل وتوصلهم على بعض. يعني بغض النظر عن مسكتي للسبيكرز دول، ودي حاجه انا بحبها شخصيا. يعني لما باجي اشتري سبيكر فانا هفضل دايما ان انا بدل ما اشتري سبيكر واحد مثلا ب 1000 جنيه، لا انا هشتري 2 سبيكر كل واحد فيهم ب 500 جنيه يكونوا بيدعموا طبعا للتي دبليو اس واوصلهم مع بعض، لان انا هنا باخد صوت ستيريو يعني رايت وليفت. وطبعا دي تجربه صوتيه مختلفه تماما عن ان انت تسمع الصوت مونو او يكون خارج من سبيكر او من درايفر واحد بس. ولو وصلت لهنا فاسمح لي احييك، انت فعلا تيك لافر حقيقي، وده معناه انك في المكان الصح. ما تنساش تتابعني. سلام.